يا شيخ الغفر؟ الشخص ده بيقول ان الاشخاص دول سرقوا القطن بتاعه. والله ما سرقنا حاجه ابدا حضرتك العمده. بص يا ولا انت وهو العدل هياخد مجراه. انت يا ولا سرقت القطن؟ لا. وانت؟ لا. وانت؟ لا. عندك ادله ضد واحد من دول؟ هو شرف البيه العمدي، واحد من دول هو اللي سرق القطن. صادق، ما دام حلفت بشرف العمده هنستوفي التحقيقات. انده لي ملك الحداقه. جعران افندي. ايوه، هو ده اللي هيطلع الحرامي بزكاوته وحداقته. يا جعران افندي. يا جعران افندي. مين اللي بيجعر على جعران؟ جناب البيه العمدي عاوزك حالا بلا مستعجلا. قول له جاي بس اجرش الحمار. اهو دلوقتي الحرامي هيظهر ويبان ويروح اللومان. وتفتكر جنابك ان جعران افندي هيعرف الحرامي؟ ودي عاوزه كلام، انت ما تعرفش الكلب البليصي؟ اعرفه صاحبي. اهو جعران افندي 60 كلب في بعض. السلام عليكم يا جناب العمدة الأفخم. وعليكم السلام يا دهية الدواهي. شبيك لبيك ملك الحداقة ما بين إيديك. الراجل ده قطنه انسرق ومشتبه في واحد من التلاتة دول. عاوزينك تنور العمودية بحداقتك وتقول لنا مين فيهم اللي سرق القطن. الحرامي واضح زي الشمس يا عم. على دقنه حتة قطن من اللي سرقه. هو ده، اقبضوا عليه. في عرضك يا جناب العمدة، حرمت أسرق يا جناب العمدة. جرجروه على المركز. انجر قدامي يا ابن الحرامية. لكن انت ازاي شفت فتلة القطن اللي على دجن المتهم وانا ما شفتهاش؟ والله لا على دقنه لا قطن ولا شاش. أنا عملتها كده بطريقة التهويش عشان الحرامي يفضح نفسه. يا سلام على عجلك النوي. يا سيدي عيشت. ده انت داهية، انت بايوة مسيحة. ده من بعد ما عندكم، امال انا ازاي ملك الحداقه؟ ايه، حصلت الايجارات يا جعران افندي؟ على داير مليم. إيه؟ خد فلوسك عدها. اعد وراك. ايه 10، انا اعد قال 20. اقدر امان يا جعران افندي 50. معاش يستخونك 120. ده انت يا راجل الواحد ياخد منك الفلوس وهو مغمض 250. انا عد وراه قال 450. يا راجل عيب ما تقولش كده 650. مظبوط يا جعران افندي. الحمد لله. انا مش بعد الفلوس علشان لا سمح الله مستخونة. امال لا، جايز يكون وقع منك حاجة، حد سرق منك حاجة. لا اطمئن، انا ما بشيلش الفلوس في جيبي ابدا. امال بتشيلهم فين؟ في بقك؟ لو في بوجي يوجعوا. انا بشيلهم في مخلة الحمار من تحت وبحط عليهم البرسيم من فوق، يقوم محدش يعرف طريقهم بتايتا. يا خبر اسويح، ولما الحمار ياكل الفلوس؟ الحمار ما ياكلش فلوس حد لانه مش حمار مادي. ثم كمان لو حطيت 1000 جنيه وجنبهم علوين برسيم قدام اي حمار هياكل البرسيم ولا ياكلش الفلوس. ليه بقى؟ علشان حمار يا جناب العمدة. يا سلام، سلم على مخك البلالان. يا بحر العلم، يا ترعة المفهومية، يا فيلسوف الحمير. ده انا فيلسوفك يا عمدي. تمخشش. تلغراف عشانك يا جناب العمدة. خير، اللهم اجعله خير. ها، سنحضر طرفكم بعد 3 أيام. حضروا الشبكة. بهجت ألمص. وده مين يا جناب العمدي؟ ده أبو عروسة ابن رشوان. يه، لكن ده احنا لسه ما اشتريناش الشبكة. يا سيدي اهو قدامك 3 ايام تنزل مصر تشتري الشبكة وتنك جاي. يا راجل، ما انت شايفني غرقان لشوشتي في العمودية ومشاكل العمودية. خلاص ابعت العريس يشتري الشبكة. ده دهول
لا يعرف يشتري ولا يبيع، ومش بعيد واحد ابن حرام يلطش منه القرشين. امال يعني عاوز تشبك كل عروسه بفطيره مشلتتي؟ مفيش غيرك انت يا جعران افندي. اني ايوه انت شاطر وجدع وملحلح، تخطف رجلك لغايه مصر وتجيب لنا الشبكه اللي تشرف. ادي 500 جنيه تنزل مصر وتشتري لنا الشبكه. عدهم عد يا خراشي، اعد عليك الفلوس انت يا جناب العمدي. 50. الدار امان 100. هو ده صح برضه؟ اعد عليك 300. يخرب بيتي اذا كنت اقصد اعد عليك 400. 500 صح ومظبوط. تروح دلوقتي حالا تحضر نفسك عشان تاخد قطر الظهرية. مع السلامة. الله يسلمك. سلام عليكم. عليكم السلام. اوعى الفلوس تقع منك. ما تخافش. سلام عليكم. مع السلامة. اوعى تشتري شبكة ما تشرفش. لا اطمن. سلام عليكم. مع السلامة. اوعى لا اوعى انت تكتر بقى لا القطر يفوتني، ده انت رغاي قوي. مع السلامة يا ملك الحداقة. اسمح يا ولدي. ولا مؤاخذة يا ابني حاكم، أنا في أثناء العبادة ما أحبش أتكلم مع حد أبدا يا ابني. يا سلام، ايدك ابوسها. لا لا أستغفر الله. انا سعيد جدا ان انا قاعد مع واحد صالح زي حضرتك. الله يبارك، إنما الأعمال بالنيات يا ابني. والعزم على فين إن شاء الله؟ على مصر ان شاء الله علشان اشتري شبكة العروسة. بالوفاء والبنين يا ابني. لا لا لا، مش انا اللي هترفي، ده ابن جناب العمدة. اصل محسوبك بقى عند العمدة فرخة بكشك، اداني 500 جنيه علشان انزل مصر عشان اشتري لابنه الشبكة. معاك 500 جنيه؟ مال في المحفظة وفي جيبي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. انصحك يا ابني لوجه الله تخلي بالك من نفسك، احسن الحراميه كتير واللصوص كتير. يا عم صل على النبي، ده انا مالك الحدائق، ده ما يستجرأش اي انسان ياخد مني تعريفا. يا سبحان الله، باين عليك ذكي ونبيه، لكن برضه الاحتراس واجب يا راجل ما تاخدش بالك من الكلام الفاضي ده. تصدق بالله لا إله. انا كان عندي بنطلون مهلكم ما يساويش ريال، أيوة. بعته الواحد ب3 جنيه. ازاي؟ اقول لك ازاي. أيوة. صاحبنا لبس البنطلون وحط ايده في جيوبه ولا رضيش يقلعه ابدا، دفع لي 3 جنيه وطيراني يا نفر. ايه السبب؟ اصل كنت حاطط له في جيب البنطلون محفظه قديمه فاضيه، قام افتكر انه لقى القيه. سبحان الله سبحان الله. على كل حال يا ابني انصحك انك اول ما توصل مصر بالسلامه تزور اولياء الله الصالحين علشان يحرسوك من اولاد الحرام. ان شاء الله.